بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم حلقه جديده ورياكت جديد مع هشام. هنتكلم النهارده على صفقات النادي الاهلي اللي هيجيبها في وسط الملعب بدل حمدي فتحي. انا هقول لكم، انا اتكلمت ودخلت في الموضوع على طول كده على السخان علشان ما اضيعش وقتكم. انا شايف ان في 3 لعيبه بس الاهلي يقدر يجيبهم مكان حمدي فتحي وهيبقوا اضافه، هيبقوا احسن كمان من حمدي فتحي. بن رمضان بتاع الترجي لانه عقده خلص وهيبقى ممكن لو جه هيجي فري. تاني واحد بوبو بتاع فيوتشر، لعيب كورته حلوه جدا 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 وعاجبني قوي قوي قوي. وفي واحد تالت اللي هو امام عاشور. بس هنيجي عند امام عاشور انا هقف شويه واتكلم معاكم. طبعا الاثنين الاولين لا نقاش على الاثنين الاولين اللي انا قلتهم، الصراحه الاثنين يستاهلوا يجوا الاهلي وهيقدموا مستويات عاليه جدا. بالذات بن رمضان، بوبو لسه هيتعلم يعني ايه النادي الاهلي ويعني ايه فريق كبير. لكن بن رمضان طبعا كان في نادي الترجي، فريق كبير طبعا، بس يعني اكيد مش زي الاهلي، بس يعني هيبقى قطع نص المشوار. مش بوبو لسه يعني هياخد ويدي يعني عشان ايه يتأقلم ويعرف اللي هو في نادي كبير يعني. مش زي فيوتشر لسه نادي صاعد. عندك امام عاشور. امام عاشور لعيب ماشي، لعيب جامد وكل حاجه وشوط ويقدر يلعب قدام زي حمدي فتحي ما بيعمل. بس انا اعتراضي كله ان الصراحه انا مش ناسيله اللي حصل. وكتير من الاهلاويه مش ناسيين له اللي حصل في الاوضه المغلقه اللي هم بيتكلموا عليها وشتيمه في رموز الاهلي وكده. ايا كان طلع اعتذر ساعه حتى ما اعتدى على وليد سليمان بعد ماتش السوبر في الامارات. برضو انا مش ناسي الكلام ده كله، والصراحه انا ضد اللي هو يجي لعيب عالي وكل حاجه وهيفيد الفريق. لكن انا معترض على اللي هو يجي الصراحه. انا معترض. دول بالنسبه للصفقات. طبعا المهاجم الجديد كلام كتير بقى، موليكا وبتاع وكده، كانوا بيقولوا قرب وبعد كده لا. مفيش كلام يا جماعه، مش هنتكلم على الموضوع ده خالص لان مش باين له حاجه. انا شايف ان احنا محتاجين باك شمال كويس علشان يسد مع علي معلول، وحد اللي هو مكان حمدي فتحي زي ما انا ما قلت لكم. وعايزين مهاجم صريح، واعتقد اعتقد الجناحات اللي عندنا كويسين جدا. لو هتضيف عليهم واحد ولا حاجه مفيش مشكله، بس حتى لو ما جبتش عادي. انا شايف ان اهم حاجه المهاجم وسط ملعب مكان حمدي فتحي، وباك شمال دي اهم حاجه، دي نواقصنا. على فكره كريستو نفسي ياخد فرصه ان شاء الله الاهلي يخلص الدوري في بدري بدري الكام ماتش الجايين دول، علشان نقدر نجرب اللعيبه اللي ما لعبوش كتير ونقدر نحدد مين اللي هيمشي ومين اللي هيقعد. ده كده بالنسبه للاهلي. تاني حاجه هنتكلم فيها مؤتمر مرتضى منصور امبارح. انا يعني قاعد يتكلم على الجون بتاع محمد عبد المنعم. وهو حد فيكم شاف الجون يا جماعه؟ ايوه يا حبيبي، اللي حصل الاول ده كان الكاميرا لما اتحولت من كاميرا لكاميرا، كان في الجزء ما بين علي معلول ما لعب الركنيه لحد ما وصلت بعد دماغ محمد عبد المنعم، دي اللي طارت مننا كلنا. بس في الاعاده كلنا شفناها. خليك في فرقتك يا مرتضى. مرتضى انت اصلا مش رئيس النادي، ومجلس اداره الزمالك قاعدين حواليه ساكتين وحاطين جزم في بقهم كلهم، وهو عمال يتكلم ويقول لك فوضوني للاشتراكات وللفريق وكل حاجه بدون الرجوع ليهم. يعني من الاخر يعني هو بيعلن ان مجلس الاداره ملوش لازمه. يعني الجوز الخيل اللي كانوا قاعدين جنبه دول، خالد لطيف وجمال عبد الحميد، قاعدين هو بيقول قدام الناس اللي انتوا مالكوش لازمه، وهم قاعدين احنا ملناش لازمه ومبسوطين قوي. وما قناه الزمالك كله عمال يقول مرتضى هو طبعا هو قال على نفسه الرئيس التاريخي. هم بقى بيأكدوا على الكلام ده وبيأكدوا ان مرتضى منصور لو مش موجود ما فيش اي حاجه هتتعمل في النادي. يا جدعان نادي الزمالك نادي كبير، نادي كبير لحد اما الثعبان الاقرع ده ما دخل نادي الزمالك. ويعني ساعه ما دخلوا كان في قبليه رؤساء وجابوا بطولات وهم سبب شعبيه نادي الزمالك اصلا. انتوا لو بصيتوا كده الناس اللي بعيده عن المشهد في نادي الزمالك هتلاقيهم الناس المحترمه. احترموا عقليه الجماهير. انتوا العضو على فكره، العضو العامل جوه نادي الزمالك اهم حاجه عنده الكرسي والشمسيه بس. لكن مرتضى منصور موفر ده علشان كده ضامن النجاح. غير كده ضحك ضحك بس. تاني حاجة موضوع العضويات بتاعت نادي 6 اكتوبر، من الاخر دي نصبايا جماهير الزمالك، جمعيه عموميه في نادي الزمالك، الاعضاء اللي عايزين يشاركوا في اكتوبر.
نادي الزمالك بينصب عليكوا. الفلوس دي كلها تتاخد، هيروح هيجيب بيها لعيبه، هياخد اللي هو دفعه من جيبه يدخله جيبه الاول، ويبقى حلني بقى، ويبقى تعالى بقى قابلني لو في طوبه اتحطت في الفرع الجديد وضاعت فلوسك يا صابر زي ما بيقولوا. انا اللهم بلغت اللهم فاشهد، دي اكبر نصبايه هتحصل في التاريخ، ان مرتضى منصور هيضحك وهينصب على الاعضاء الجدد دول. خلي بالكم، خلي بالكم من فلوسكم. على فكره انا كهلاوي انا مش فارق معايا ما يعمل فرع تاني، احنا الحمد لله احنا عندنا 4 فروع ومش باصين له اصلا. ويقول لك فروع الاهلي اوضه وصاله ومعزه، يا عم انت بس اعمل اوضه للغفير، مش هقول لك اعمل فرع. بس يعني ربنا يهديك يا مرتضى، ويعني خليك في حالك، خليك في البليله اللي عندكم. زي ما انا خلاص انا زهقت من كتر ما اتكلمت على قناه الزمالك وعلى الزفت اللي اسمه مرتضى ده. والله يبارك لكم فيه. الحمد لله احنا في الطريق السليم، الطريق الصح. وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه دي. عندنا ماتشات كتير عايزين ننجز الدوري ونخلص، والصفقات نتكلم عليها في وقتها ان شاء الله. يلا تصبحوا على خير.